الاخوات السلام عليكم، كي دايره؟ لاباس عليكم؟ هانيه، نتمنى تكونوا كاملات على خير وبخير. مرحبا بكم معايا في الفيديو جديد. ما تديوش على هاد العكفه، راه عارفين من العصر اللور صافي كيبدا الخطر. كوزينه وكتبقاي اجري عليا نجري عليك، بحكم ان عندي الحريره من البارح مصايبه. كيما شفتوا في الفيديو البارح، راه نقول لكم، راه على الاعصاب تنجري. البارح ما تقديت والو، كنت شفتو كان خاصني قصبر ومعدنوس ما لقيتوش، كان عندي غير قصبر في الدار وكنت ناسيه. صات غير جارتي مسكينه عطاتني شويه ديال الكرافس، هو اللي دورت به الحريره. بان الحريره تجي زوينه، وبالحق جات زوينه وحلوه بالقصبر. دابا لقيتوني خرجت تقديت داكشي اللي قسم الله، داكشي اللي خاصني اللي غادي نحتاجو يا اما اليوم يا اما غدا. المهم شي حاجه غادي نحتاجها ضروريه واساسيه عندي. شريت بعض الخضار، انا غادي نشارك معاكم ونقول لكم الاثمنه اللي شريت بهم، وبغيتكم حتى نتوما في التعليقات تحطوا لي وتقولوا لي واش نفس الثمن اللي حتى نتوما عندكم في المدن ديالكم، او لا قل او لا اكثر، او لا مهم ولا هادشي اللي عندنا غالي ولا اللي عندكم اللي غالي. المهم قولوا لي الاثمنه ديال كل حاجه فين واصله عندكم. اخوات، خرجت اول حاجه مشيت تقديت الدنجال. الدنجال لقيتو واصل 10 دراهم. 10 دراهم شنو راكم؟ 10 دراهم دنجال ما علينا. الفلفله يلاه درت منها، قطعت منها دابا خديت نص كيلو، دايره 15 درهم الكيلو، عكس السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت وقال ربما وصلت 30 درهم. المهم حنا عندنا هنا 15 درهم، خديتها مع السيد 15 درهم. نص كيلو خديته 7 دراهم ونص. خديت يا لاله خيزو، الكيلو واصل 10 دراهم. خيزو 10 دراهم راه بزاف. الخيزو كان الا غلا 6 دراهم 5 دراهم 7 دراهم، ماشي تا لهاد الدرجه 10 دراهم. وي ولا فين غادي؟ المهم ما عرفتش انا الثمن اللي غادي يكون في كل مدينه، والله اعلم. والحاجه اللي حيرت عقول الجميع، واش فيها خصاص؟ واش بسبب كثره التساقطات المطريه خسرات، ولا غير علاش دائما كل رمضان كيتوقع واحد الزياده مهوله، بالخصوص في القزبر والكرافس والمعدنوس. البارح كنتواصل مع واحد الاخت نهضر معاها في انستغرام، ساكنه في طنجه، قالت لي واصله 10 دراهم القبطه ديال الكرافس عندنا. الاخت شوفوا ولا لقيت باقي عندي ميساجات ولا غنسكرينيهم وغنحطهم لكم. قالت لي راه راجلها جاب 3 القبطات، وحده قزبر وحده معدنوس وحده كرافس 30 درهم. هذه راه ما يتقبلهاش العقل، توصل القبطه ديال الكرافس 10 دراهم. واخا اختي واخا خويا واخا تكونوا كتسقيوه كما قالوا بالحليب ديال موكا، راه ما يمكنش يوصل 10 دراهم. دابا انا هنا خديت، المهم خديت انا، المهم الثمن عندنا مناسب باش ما نجيكم نيشان. غير انا البارح لقيت مشكل كبير، ما لقيتش نهائيا قصبر معدنوس كرافس بتاتا، ومشيت اليوم في الصباح ما لقيتوش نهائيا في المارشي. تضربت لواحد الجهه فين تيبيع واحد الخضاره حدا مالي القهوه، لقيت الا واحد اللي كيبيعو وعليه التخاطيف. تصوروا غير باش ناخذ هذا، راه كان خاصني نولي سوبر وومن. خديت 4 ديال القزبر، 4 قزبر، 4 قزبر ووحده معدنوس وجوج كرافس، 18 درهم. وفيهم وحده نعناع، 18 درهم. 18 درهم، تصوروا 18 درهم. الا كانوا جوج قبطات ب10، وشحال بعنا في القصبر تعيينا، ودارنا كيديروا القصبر كانوا كيديروا هادشي ديال المعدنوس. ولي زعما راه لا اله الا الله، راه ما يمكنش واحد مسكين راه ما عندوش. راه شوف حتى حنا راه الله غالب، ولكن تنقول انا اللهم الحمد لله ملي لقيت القصبر والمعدنوس والكرافس باش نقضي. راه ماشي غير الحريره، كاين حتى بعض الامور كتحتاجهم، مثلا طويجين مريقه زعلوك كيبغي قصبر ومعدنوس، راه ما يمكنش ما تشريش واخا يكون غالي. وهذا هو السبب اللي كيخلينا حنايا كنساهموا في الزياده ديال الاسعار. لان انا بناتي كنهضر على راسي انا وبدون مجامله وبدون نفاق، ملي لقيتو انا مثلا ب2 دراهم ما كنتش نشريه، ولكن انا عندي الحاجه به. حنا كنساهموا في الزياده، ولكن ما عندنا ما نديرو. هادشي اللي عطا الله، ما لا اله الا الله. 2 دراهم كوميم على الاقل بعدا. واخا شويه زايد، راه ما يمكنش يوصل قصبر 2 دراهم حتى لهاد الدرجه، وانما باش يوصل 10 دراهم. والله القسم اقسم لكم بالله وانا صايمه على ريقي.
الا ما البارح كنهضر مع الاخوات في الانستغرام، الا ما قالت لي خديت 3 القبطات ب 30 درهم، راه ما يتقبلوش العقل 3 القبطات ديال القزبره ومعدنو، 3 القبطات فيهم قزبره ومعدنو سكر 30 درهم، راه واخا يكون ما عرفاش شنو اختي. والمهم عندنا ما نديرو هادشي اللي عطا الله، لا اله الا الله، نقضيو وندوزو هذا رمضان باش نعطى الله الحمد لله ربي سبحانه وتعالى نعم علينا بخيرات الشتا هذا العام. كاين بعض الفلاحه اللي ضاعت وهذا، وغادي يبقى غير الخير موراها. غير دابا سبحان الله كاين شي وحدين كيستغلوا دائما هاد الوجيبه ديال رمضان اللي كيطلعوا كلشي، يقولوا حق الطريق مقطوعه هادي، يقولوا حق تنجيبوا من اكادير دازت فيها الشمس، ما دازت فيها لا الشتا لا والو، ولكن باش يوصل قصبروا من عندنا صغار بس لا اله الا الله. المهم الاخوات نمشي نجيبوا دابا ولادي من المدرسه وديك الساعه نرجعوا نكمل لكم الفيديو ان شاء الله. يلا تنشوفكم. الدراري قالوا لي ماما وجدي لنا بيتزا، انا تنوجد لهم بيتزا، نمشي نجيب الدراري بعدا. اخوات مشيت جبت الدراري من المدرسه ونسيت ما وريتكمش لافوكا، لقيتها دايره 40 درهم، خديت 2 حبات صراحه ما عرفتش حسبهم ليا. المهم الطقه ديال اللي شفتو 50 درهم بين لافوكا، كيلو ديال الدنجال، كيلو ديال الخيزو. نعم هيثم، نص كيلو ديال هادي، نص كيلو ديال شي يقولوا لباباها مع باباك. ورا مع باباك الهديه. البارحه ما داش العصير، مابقاش ليا الوقت ليه نهائيا، ودابا ما كنتش غنديرو. سبحان الله العلي العظيم، لقيت مول الدار جايب حليب، جاب حليب وقال باغي يشربو. غسلت الافوكا ديالي، قبل ما غسلتها غسلتها نفسي بحال شاداني واحد النخسه، ما عرفتش مالي شاداني من جهه الظهر لقلبي، مضغوطه. تقولوا لي قويتي، تعجبني العصير يكون خاسر، اصلا راه صغيورين. بعدا لافوكا بعدا راه لاباس ملي وصلت 40 درهم، واحد العام عقل عليها وصلت 75 درهم. غنطحن معاها عاد التمر وصافي. البيتزا ديالي دابا تطيب. اخوات شوفوا، ما كاينش اللي غادي يخسر العلاقه ما بين المغرب والطاليان قدنا حنا العيالات والبيتزا ديال رمضان. دابا انا صافي غنصاوب لها لاصوص، ما عنديش الوقت باش ندير فلفله وهذا ونشويها. درت غير المطيشه كيته، درت عليها شويه البزار ومليحه مانو، وهذا شويه البزار ومليحه وزبيته بلديه، ودرتها طيب طابت مزيان. عاد درت فيها عليها مطيشه ديال الحك. دابا غندير الطبقه الاولى ديال المطيشه ماما، درت لهم 2، وحده بكفيته وحده بالطون لان كتعجبهم. داك النهار درت وحده ما قداتناش، دابا هما اللي طلبوها مني مساكن. ولادي انا حسبوني بحال كنفطر معاهم، انا بحال كندير بحال العشاء ولادي، هذا فطور واخا انا صايمه وهذا ودايره ليا، ولكن كيف بحال العشاء ديال ولادي وانا واكله معاهم. دابا نديرو الطبقه الثانيه ديال اختي، الفلفله مشحره مع بصيله، داكشي بلا زواق اختي. شوفوا بقاش تقولوا لي ما تهزيش بيدك، تنطيبوا بيدينا. انا قلت لكم ما كاينش اللي غيخسر العلاقه ما بين المغرب والطاليان من غيرنا حنا العيالات، واخا كنت تجبنين على ديال الطاليان. ماما هانا ياك على خايتي هاك. درنا دابا يا اختي هذا شنو غادي نديرو عاوتاني؟ نديرو زيت الزيتون، وحده نديرها بالزيتون كحل ووحده بالزيتون ابيض. سويت اختي ما عندي كتعجبو، وقلت كيما بغاوها ولادي كنعين شي، قلت له لا ما تمشيش، دايره البيتزا دايره على قبل اللعب. مسكين تيعاونني وليدي الله يرضي عليه. سوالاتكم كان ولدي هيثم قدو. دابا شنو غادي نديرو؟ نشدو كفيته، الا غلطت في شي حاجه قولوها لي.
انا اختي هانا عاد نديرو فرمج حمر اختي. نبقى تقول عليا ما حادكاش، ما عرفتش نصايب، ما عرفتش نطيب. اللي متبعيني في انستغرام هما اللي عارفيني. انتي اختي جبت 20 درهم ديال الكفته وقال عندي راه كلها بزاف عاوتاني. ما عنديش جراره ديال البيتزا ملي كنقطع بالموس تشيل الحشوه كامله. ودابا لا شنو غادي نديرو؟ فريميج احمر، ما نسيت والو ياكل. انا يا اختي جبتها 10 دراهم، دابا نصيفط على 10 دراهم اخرى. انا يا اختي البيتزا ديالي قولي لي كي جيتك ديال الطاليان ولا ماشي ديال الطاليان؟ انا اختي الزين. انا اختي كنوجد شويه الزعلوك. هذا الزعلوك العجيب ديالي اللي كلكم كتشوفوه واحد المره في الفيديو عندي في الانستغرام وجربتوه ومن تما ما بقيتوش قادرين تستغناو عليه. البيتزا ديالي ها هي كطيب. هاد الفيديو فراسكم راه كنكملوا لكم حتى من بعد، راه البدايه الاولى من نهار ديال الثاني ديال رمضان وقيله. ماما فيك الجوع. انا عطي لبنتي غنخلي دابا زعلوك يطيب ونمشي نكمل البيتزا. ثاني ولادي بغاو لي بيتزا لا بات ديال البيتزا الاخوات درتها طابت من الفوق شويه. لا حيدي اميره يدك. درتها طابت من الفوق تنخليها من التحت خضراء. حتى ملي كندير لها الحشوه ديالها عاد ملي كنحط ليها لاصوص وهذا عاد تنديرها في الطيب من التحت. شو زعما البيتزا معفونه اليوم برعايه اميره. دابا نوريكم صافي. انا غسلت المكونات البيساليت غنوريكم. صابت لهم البيتزا الثانيه ديال الطون قويت اثقل بزاف. دابا غنعمر الكويساتاي غنمشي دغيا نتوضا نصلي الله يجعل البركه. باش نحط الارض ندير اسايه الشحر صافي يا اختي. صراحه ما كاينش ما احسن انك تدخلي الكوزينه على بكري. اليوم ارتحيت ما خرجت بكري اليوم خدمت الصباح جاتني زوينه ماشي بحال ها هي هذه ديال الطون درتها ليهم. والاخرى كطيب في الفران ديال شو يقولوا له ديال الكفته اللي شفتو معايا. اسي هو تيعمر. جبت عاوتاني قزبر ومعدنوس السكراس باش نغسلو. اليوم لقيتو غير ب2 دراهم الحمد لله. والمعينات ها هما يا اختي تغسلوا الله يجعل البركه. كالله وبقى الله صافي الله يجعل البركه.